امك تفرض امك تلعب ايه؟ احد اهم العوائق اللي ممكن تقف قدام حضرتك علاقه فاشله هتفضل تشغل بالك فيها وحضرتك سر واخد بيه. محدش هيتجوز المرات. يعني ايه؟ انا عارف انا مش هتجوز. ايوه لا يعني مش هتجوز المرات، يعني ايه؟ اصل انا خايفه لا تضيع مني، ما هي لو مش مراتك مش هتاخدها. يعني ايه؟ يعني هتمشي معاها ليه؟ ايوه عشان ما تضيعش مني، يعني ما هي لو مش مراتك مش هتاخدها. ومحدش مفيش واحد هتتجوز الجوز. فاي حد يقول امشي امشي. اساتذه الاطفال تحديد الثلاث واحده من المحاضرات اللي اسال الله عز وجل ان احنا نكون عارفين كده بشكل خفيف، ولكن قضيه الحب وقضيه كيفيه التعامل هنستمتع مع استاذ امان داوود في الجزء الثاني ان شاء الله. وسعدت جدا جدا باللقاء معاكم النهارده. فقرتنا الثانيه هي فقره الحلم اللي اتكرر كتير جدا على طابور الاحلام في الصيدله. الحلم اللي كان حلم عمر عبد الصبور ولقيناه في حلم الصيدله كلها هو حلم عايزه اتجوز. بس الفكره ان انا لما اقولها يا ترى تكون صح ولا لا؟ ويا ترى تكون شيء محوري في حياتي ولا لا؟ ويا ترى اي حاجه بعملها تكون مبرر للموضوع ده ولا لا؟ ويا ترى لو قدر ربنا سبحانه وتعالى وجاب لي الاختيار اختار ازاي؟ وفي كل ده هتكلمنا واحده من احسن الناس اللي ممكن يكلمونا في الموضوع ده. هي مستشاره تربويه نفسيه في عدد كبير جدا من المواقع زي موقع لها اونلاين والاسلام اليوم. ليها كتابات كتيره جدا جدا في الموضوع ده، من اهم كتبها في الموضوع كتاب صغير على الحب وكتاب اسرار جمالك وكتاب امراه جديده في رمضان. بنرحب كلنا بالاستاذه الدكتوره امين داوود. يعني عايزه قبل ما احضر انا ما كملتش المحاضره بيساعدني الاستاذ ناجي يكملها لان هو قدامي. وبعدين مش هينفع يعني عارفه كيف يفتى وما بكل الكل ده. ايه احسن؟ فمن الله سبحانه وتعالى وان انا من نفسي اخبر البنات وبكتب البنات واحل مشاكل البنات يعني. قلت ان يعني ان شاء الله يمكن من النهارده بعد ما شفت بنين صيدله هكتب الصبيان. الورق انا قريته اللي هو بتاع مواصفات فتى الاحلام وفتاه الاحلام. انا لقيت كل الكلام حلو، ما لقيتش واحد او واحده دول مش عايزه اتجوز. يعني كله عايز يتجوز وجاب مواصفات للعريس ده او للعروسه دي. انا هستأذنكم واحد وواحده يجوا. واحد من هنا وواحد. ممكن؟ ايه؟ طيب بص هرد عليك لما على بالليل هرد عليك ماشي؟ هو انا يعني جاي بحكم ان انا مذيعه وعندي البرامج وكده هعتبر البرنامج خلاص؟ والبرنامج ده احنا مشتركين فيه الاثنين وهي عايزه تساله ان ايه مواصفات الفتاه اللي انت بتحلم بيها. خلاص؟ المفروض ان الاجابه معاها يعني المواصفات معاها والعكس برضه. انا عايزه اشوف بقى اللي هو هيقوله ده مطابق للكلام اللي معانا في الاعلان. الاعلان ده ايه؟ خلاصه كلامكم انتوا. معايا كده؟ وصلت؟ نبدا بحضرتك؟ هسألك بقى.
بصراحه مش برنامج ايوه برنامج حاجه قوي. الاول في الاخر ما هي مواصفات فتح انت حضرتك هتبقى شايف ورقه معاك مواصفات الاحلام. تمام. لا هو مكتوب معاه مواصفات الاحلام. يكون ملتزم وفاهم يعني ايه علاقه مع ربنا سبحانه وتعالى، ذكي، يقدر يدير العلاقات الاجتماعيه كويس، طموح، ما يقعدش قدام المشاكل، يقدر يكون اب لولادي، يعني ايه انا ابني عايز يبقى طلب كبير، عايز يربي ابنه فقائد وبنته كماليه، عايز يعرفها يعني ايه بنت ويعني ايه ولد، مش عايزه واحد يربي بنت زي الولد. متفاهم. التفاهم ده حاجه كبيره يعني مش حاجه التفاهم والاجتهاد. هو في حاجه مكتوبه بس مش عارف اقولها يعني. تطلب منكم يا تطلب. في حد هنا عايز يعمل منكم؟ بس تعملوا ايه يا رب؟ نحترم عمل الفرق. رومانسي. الأمر الفرنسي والمنطقة بس نمو غريب بقى يتيم الأم يعني هم عايزينه شايف راجل واحد والله والله اول حاجه طبعا يعني تشرح بدايه الدين تربيه العلم اهم حاجه التدين والالتزام. التفاهم برضه يعني ان هي تقدر تبقى عارفه ان الدماغ ماشيه بهدف. طبعا لازم ايه؟ بتعرف تقول والله العظيم ما كنتش بتتابع بتعرف تقول قدام حاجه. لان انا متعود على الاكل والدوسي فمش قادر اتاثر معايا حاجه. لازم تكون مش عارف تدوس ولا اهم حاجه بقى يعني بنشوفها كتير